السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في البداية وزي ما احنا متعودين طبعا بنحب نبدأ كلامنا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض كده النهاردة طريقة حاجة احنا بنشتريها دايما وسعرها بيبقى غالي وولادنا كلنا بيحبوها، وهي الجبنة الكريمي. طبعا احنا على قد ما بنقدر ان احنا نوفر، ما بنقولش لا طبعا، وبنحاول نوفر. احنا عارفين ان الاسعار غالية، وكل حاجة دلوقتي سعرها في الطالع، فاللي احنا بنقدر عليه نعمله من البيت بنعمله. الطريقة سهلة جدا. معايا هنا كده جبنة قريش اهي، دي قطعة كده حوالي 125 جرام. تمام. عليها نص كوباية من الحليب وعليها نص كوباية من الجبنة التركي او الرومي زي ما بتسموها. تمام. ومعانا هنا دول معلقتين من زيت الزيتون. عايزة تبدلي الجبنة التركي دي بجبنة شيدر او جبنة نستو او جبنة كيري او اي نوع جبنة انت بتحبيه تاني. تمام. بس انا ما كانش متوفر عندي غير الجبنة الرومي فهعمل بيها. معانا هنا كده هنزل في الخلاط بقطعة الجبنة القريش بالشكل ده كده. تمام. وعليها نص كوباية الحليب كده، وعليها نص كوباية الجبنة التركي كده. وطبعا انا بنتي كبت لي الزيت زي ما انتوا شايفين كده، هجيب غيره دلوقتي. كده انا كنت ضفت اهو الزيت تاني. هضرب بقى الخليط ده كله في الخلاط وهرجع لكم تاني اهو. وده كده كان، ده كده حبايبي كان شكل الجبنة بعد ما ضربتها كويس في الخلاط. تمام. انا دلوقتي كده هفضيها بالشكل ده كده اهي. شايفين قوامها حلو ازاي؟ القوام بتاعها ده تقدروا تتحكموا فيه من خلال اللبن. حباها تقيلة تقللي اللبن شوية، حباها زي ما انا عاملاها كده. كمية اللبن هتكون زي ما انا قلتلك كده. القطعة 125 جرام عليها نص كوباية من الحليب. هقول المقادير تاني. نص كوباية من الحليب عليهم نص كوباية من الجبنة الرومي. حابة تغيري الجبنة الرومي تخليها جبنة شيدر، جبنة نستو، جبنة كيري، اي نوع جبنة موجود عندك او انت بتحبي طعمه تقدري تستخدميه عادي جدا. شايفين قوامها جميلة جدا وسهلة جدا. انا عايزه اقولك ان انت لما تسيبيها شوية كمان هتتماسك اكتر من كده. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.